بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية فاز اليوم على دريمز بطل غانا 3-0 في مباراة خارج الديار، ودي تعتبر أول مرة يفوز الزمالك في غانا، ويعتبر تاني مرة يصل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية. مين من الأبطال اللي مثلوا الزمالك النهاردة؟ في حراسة المرمى محمد عواد، خط الظهر من اليمين للشمال عمر جابر حسام عبد المجيد، حمزة المسلوسي، أحمد فتوح. خط الوسط نبيل عماد دونجا، زياد كمال، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى زيزو. على فكرة اسمه أحمد مصطفى وليس أحمد سيد، أحمد مصطفى زيزو. خط الهجوم سيف الجزيري وسامسون أكينيولا، سامسون أكينيولا، ده النطق السليم بتاعه. الزمالك بصراحة لعب ماتش ممتاز، يعني معظم الفريق كانوا أبطال، تغلبوا على نفسهم وارتدوا ثياب البطل والبطولة، وقدروا ان هم يفوزوا على الفريق الغاني داخل غانا. زي ما قلنا المرة الأولى اللي الزمالك يفوز فيها في غانا. في الدقيقة 11 كرة جميلة نفذها زيزو ده للمسلوسي الذي سجل الكرة من ركنية في الشباك. يعني زيزو لعب ركنية بالمقاس على ركبة المسلوسي ومسجلا الهدف الأول، والهدف ده بيعتبر هو الثالث للمسلوسي في مشاركاته الأفريقية مع الزمالك. كذلك في الدقيقة 27 وسط ضغط غاني كبير للتعويض، تمكن سامسون إكينيولا من تسجيل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة أرضية بمهارة رائعة. بركاتك يا شيخ سامسون. وما ننساش إن عواد منع أكتر من هدف. في الدقيقة 34 منع الهدف الأول لدريمز، كذلك قبل نهاية الشوط الأولاني منع هدف آخر لدريمز. في الدقيقة 59 بيسجل مصطفى شلبي الهدف الثالث للزمالك، مستغلا تمريرة من سيف الجزيري اللي خلاه ينفرد بالمرمى، مسجلا الهدف الثالث. في الدقيقة 83 أهدر ناصر منسي فرصة تسجيل الرابع بعد تمريرة رائعة من أحمد مصطفى زيزو. ففي الآخر بنقول مبروك للزمالك الفوز خارج الأرض خارج الديار، ومبروك للزمالك وصوله لنهائي كأس الكونفدرالية. يبقى عندنا فريقين وصلوا للنهائيات، الأهلي نهائي أبطال الدوري والزمالك وصل لنهائي أبطال الكؤوس، وإن شاء الله يفوزوا الاتنين ويبقى ماتش جميل جدا بين نهائي مصري في السوبر بين بطل الدوري، يكون الأهلي إن شاء الله بطل الكاس، يكون الزمالك بإذن الله، ويفرحوا الشعب المصري بمباراة جميلة إن شاء الله. مباراة الذهاب للدور النهائي هتكون خارج ملعب الزمالك، بينما مباراة العودة هتكون على استاد القاهرة يوم 19، والزمالك منتظر الفائز من نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري. وإلى لقاءات أخرى قادمة، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.